إخوان، السلام عليكم ورحمة الله. وهو صراحة الإلغاء اللي داروا لعيد الأضحى اللي داروا سيدنا الله ينصرو الله يشافيه، هو كان في محله من واحد الناحية. زعما راه المواطن مقهور صراحة. أنا كندوك على الناحية ديال الكتاب والناحية ديال الكساب. ناحية المواطن هو جا في محله، علاش؟ حيت الإنسان ما عندوش إمكانيات. كانت واحد الظروف مؤخرا عيبة اللي كيمر فيها الإنسان وما ما تكونش عنده الإمكانيات باش يعيد. ومن جهة الكسابة حنا أنا كندوي على راسي لا بديت في الدومين. ديك الساعة أنا فاش حيت الغنم ديال السردي ماشي حيت على أساس ما كانش العيد، لا، أنا حيت على أساس ما كانش عندي فين نسرح. ولكن ملي حيت طيحت فيه ولكن من جد الإلغاء صراحة صحاب الكسابة يعني عندهم واحد الضرر كبير. علاش؟ كاين اللي مسكين عنده واحد 60 مليون اولا 50 مليون دار بها واحد القطعه ديال البيت، وقات اللي دار الالغاء يعني داكشي اللي عنده راه حطو في هذيك يعني اللي بغى يبيع دابا غيبيع بحال غيطيح النص. هذا هو المشكل اللي وقع. اما الكسابه الكبار يقدر يكون واحد الدعم، ولكن انت كما كان الحال ما غاديش يعاود لهم هذيك الخساره. ولكن شوف هذا الشيء قدر الله، وهذا الشيء ما عندنا ما كندخلوش فيه حنا. يعوضهم الله خير ان شاء الله. غير واحد المشكل اللي كاين انه الانسان اللي عنده فين يسرح مع الشالي تبارك الله راه مزيان. الناس اللي ما عندهمش فين يسرحوا اولا سادة عليهم في الكوري، هذوك الناس غيتمحلوا بزاف. هادشي اللي كاين والله يبدل المنزله باحسن، والحمد لله على هذا الشيء اللي فات. السلام عليكم ورحمه الله.